محمود عبد الرازق شيكابالا نجم نادي الزمالك اللي اعلن اعتزاله مع بدايه الموسم ده. الحقيقه جالي رسائل كتير وناس كتير بتسال. يعني ليك معايا الفيديو ده مهم جدا جدا، وهتسمع معلومات وكواليس حلوه قوي قوي قوي. جالي رسائل كتير وناس كتير سالتني على شيكابالا. شيكابالا اعتزل من بداية الموسم. هو جون ادوارد اجبر شيكابالا على الاعتزال من نادي الزمالك. جون ادوارد كان السبب في اعتزال محمود عبد الرازق شيكابالا بداية الموسم ده. العلاقة ما بين جون ادوارد وشيكابالا في توتر في العلاقة ما بينهم. في مشكلة ما بينهم. الحقيقة جات لي رسائل كتير جدا جدا، قلت اطلع معاكم الفيديو ده نتكلم في الموضوع ده وكواليس ومعلومات مهمة جدا جدا جدا. رقم واحد، جون ادوارد شيكابالا نفسه قال محدش، يعني فكرة ان حد يجبرني على الاعتزال مش موجودة. فكرة ان حد يجبرني على الاعتزال مش موجودة. ففكرة ان جون ادوارد اجبر شيكابالا على الاعتزال، لا، مش موجودة. جون ادوارد لم يجبر شيكابالا على الاعتزال، وإدارة الكورة ومجلس إدارة نادي الزمالك لم يجبر شيكابالا على الاعتزال. خلينا نكون متفقين. بداية الموسم كان الاتجاه والرغبة ان شيكابالا يعتزل. ليك معايا، الاتجاه والرغبة ان شيكابالا يعتزل جوه نادي الزمالك وجوه مسؤولي نادي الزمالك، ان انا عندي الرغبة وشايف ان الافضل ان شيكابالا يعتزل. لكن ما حدش اكبر شيكابالا، يعني ما حدش قال لشيكابالا بص يا شيكابالا، انت لازم تعتزل وبعد اذنك مش هينفع تكمل مع الفريق. لا، ده ما حصلش. خد مني المعلومة 100%. 100%. فالاتجاه والرغبه ان شيكابالا كان يعتزل، لكن ما حدش اكبر شيكابالا. ادي رقم واحد. رقم اتنين، ما حدش راح قال لشيكابالا بشكل مباشر وشكل واضح يا شيكابالا بعد اذنك عايزينك تعتزل وما تكملش. لا، ما حصلتش. تالت حاجه، شيكابالا خد قراره ان هو يعتزل. كابتن احمد حسام ميدو عضو اللجنه الفنيه السابق بنادي الزمالك راح وبدايه الموسم ده، وقبل ما ميدو يستقيل من لجنه الكوره ولجنه التخطيط، ميدو حاول يقنع شيكابالا ان هو يكمل، وقال له لا، انت قادر ان انت تكمل يا شيكابالا وما تعتزلش. ده حصل. شيكابالا تمسك بموقفه وقال لا خلاص، انا عايز اعتزل ومش عايز اكمل. شيكابالا المفروض عقده مع نادي الزمالك ينتهي بنهايه الموسم ده اللي احنا فيه، ماشي؟ ما اعلمه ان الاستاذ ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق بيتحمل عقد كانه شيكابالا بيلعب وبيتحمل عقد الموسم ده لشيكابالا تقديرا وتكريما ليه. فالموسم ده شيكابالا عقده استاذ ممدوح عباس بيتحمله. واصلا استاذ ممدوح عباس بيتحمل جزء كبير جدا 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 من عقد شيكابالا. بيتحمل جزء كبير جدا من عقد شيكابالا. اقول لك على مفاجأة كبيرة، عقد شيكابالا اللي موجود في النادي والموثق في النادي هو 7 مليون جنيه في السنة. استاذ ممدوح عباس بيتحمل يعني بعيد عن السبعة بقى، بيتحمل حوالي 15 مليون جنيه من جيبه لشيكابالا سنويا. فاستاذ ممدوح عباس اتعامل مع شيكابالا الموسم ده كانك شيكابالا موجود وبتلعب تكريما وتقديرا ليك. والعلاقه ما بين استاذ ممدوح عباس وشيكابالا كبيره جدا، يعني يعتبر ابنه من زمان. فاكرين ايام اجوجو وكده ومن سنين طويله. ومن شيكابالا بدايه ما طلع استاذ ممدوح عباس بيحب شيكابالا، بيعشقه. بكى لما شيكابالا اعتزل، بكى، واخد بالك؟ فالراجل قال لك تقديرا ليك ان انا هتحمل قيمه العقد ده. ممكن هنتكلم بصراحة، ممكن يبدو على المشهد ان ممكن تكون العلاقة، مش عايز اقول متوترة، بس مش افضل حاجة ما بين جون ادوارد وما بين شيكابالا. عارف انت اللي بيقول لك هما مش متخانقين ومش متصالحين، يعني هما الاتنين ولا بيكلموا بعض ولا متخانقين. ممكن توصف العلاقة ما بين جون ادوارد وشيكابالا في كده.
واخد بالك؟ انا بحكي لك كل حاجه، بحكي لك كل حاجه، بوصف لك المشهد كله، بوصف لك المشهد كله. شيكابالا من ساعه ما اعتزل بعيد، خلاص الراجل مش موجود في نادي الزمالك، مش موجود في اي منصب جوه نادي الزمالك. شيكابالا طبعا نجم كبير واسطوره من اساطير نادي الزمالك، واخد بالك؟ والعلاقه بينه وبين جماهير نادي الزمالك كبيره جدا جدا جدا. وشيكابالا دايما لما يبقى بيحس ان الزمالك في مشكله او حاجه الراجل بيطلع وبيتكلم. اتمنى لو في سوء تفاهم، لو في توتر، لو في اي حاجه ما بين جون ادوارد وشيكابالا، اتمنى التوتر ده يزول. شيكابالا نجم كبير، وجون ادوارد عامل شغل، وراجل موجود جوه نادي الزمالك وعامل شغل كبير جوه نادي الزمالك من ساعه ما جه. ممكن انت تختلف، تنتقد، تعترض ان بيع بعض اللعيبه، الكلام ده كله، لكن في الاخر الراجل موجود مسؤول جوه نادي الزمالك. وخلينا متفقين، انا دايما البعض ممكن ياخد الكلام يقول لك انت بتدافع، يعني ولا بدافع ولا بهاجم ولا اقف جون. بمنتهى الصراحه يعني الصفقات دي كلنا هجبنا الصفقات دي في وقت كتير، لكن الصفقات دي في الاخر كتير منها اثبت كفاءته وعمل مستويات هايله الحقيقه الفتره اللي فاتت، ادم كايد وعدي الدباغ وغيرهم. فلازم سوء التفاهم او التوتر اللي موجود او حاله الجمود اللي موجوده في العلاقه ما بين شيكابالا وما بين جون ادوارد تزول، لازم تزول. الفتره اللي جايه مهمه جدا جوه نادي الزمالك. الزمالك محتاج تكاتف الجميع، محتاج تكاتف الجميع. فكره المشاكل او الازمات صدقني مش هتفيد النادي في اي حاجه، مش هتفيد النادي في اي حاجه. وانا كنت معاكم في فيديو الساعات اللي فاتت واتكلمت على مشهد هجوم الجماهير اللي حصل في ماتش كهرباء الاسماعيليه. انا بقول لك توابعوا، لسه مجلس الاداره واداره الكوره فاتحين تحقيق مين اللي مسؤول عن اللي حصل، وليه المشهد كان بالشكل ده، وليه المشهد كان بالشكل ده. هتكلم بمنتهى الصراحه، البعض شايف وبيقول ان احد نجوم الكوره السابقين جوه، انا مش هقول اسماء، انا بتكلم وكل واحد فاهم، احد نجوم الكوره السابقين قد يكون هو السبب، عشان هو علاقته مش حلوه بجون ادوارد. انا ما اقدرش اجزم وما اقدرش اكد، لا حرام، ما لا يمكن اقول ان الشخص ده هو اللي مسؤول، لا ابدا ابدا. عشان تيجي تقول لي كذا يبقى عندك معلومه 100%. لازم حاله التكاتف تكون موجوده. وبالمناسبه ما وصلني، انا دايما احب اسال واستفسر واروح هنا واروح هنا واروح هنا. ما وصلني لما سالت رقم واحد جون ادوارد ما خدش اي نسبته من اللعيبه، المفروض ان هو ياخد نسبه من اللعيبه اللي هتتباع، ما خدش النسبه بتاعته تقديرا للظروف الماليه وتقديرا للمشاكل الماديه الموجوده جوه نادي الزمالك. اخرهم ناصر ماهر ودونجا. جون ادوارد لم يحصل على نسبته من بيع الاثنين. المفروض العقد ان هو بياخد نسبه من بيع، الراجل ما خدش ليه؟ ما خدش تقديرا للظروف والمشاكل الماديه اللي موجوده جوه نادي الزمالك. رقم 2، اتقال لي بشكل واضح ان محمد العاصي دفع ودعم النادي ماليا. محمد العاصي دعم النادي ماليا، ده اللي اتقال لي. خلينا نتكلم بشفافيه، خلينا نتكلم بوضوح. مش عارف ليه دايما بعد الزمالك كسبان واحتفالات والناس فرحانه تلاقي مشاكل وازمات، ومش فاهم ليه. كأن الجمهور مش مكتوب له ان هو يفرح ويتبسط، لازم تخش في دوامات ومشاكل وازمات. لكن اللي انا عارفه ومتاكد منه وما وصلني ان حاله غضب كبيره جدا 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 جوه اداره الكوره وجوه مجلس اداره نادي الزمالك من الهتافات ومن اللي حصل الساعات اللي فاتت. عندك مشكله كمان، كانت مشكله سفر لبعض الجماهير اللي حوالي 17 واحد كانوا مقدمين وعايزين ياخدوا تاشيره، وبيقولوا ان مجلس الاداره ما خطبش السفاره، وبعد كده قال لك التاشيرات طلعت.
كان في حاله جدل ولغط الساعات اللي فاتت حوالين القصه دي، وكنت اتمنى ان مجلس اداره نادي الزمالك يطلع بيان بشكل واضح بشكل رسمي ياكد ويقول فيه 1 2 3 4 بمنتهى لو انت مسؤول او مش انت مسؤول، تاشيرات طلعت او تاشيرات ما طلعتش، حتى لو ما طلعتش انت اللي مش مسؤول، تقول 1 2 3 4. كنت اتمنى ان مجلس اداره نادي الزمالك يوضح الموضوع بشفافيه زي ما انا بتكلم. انا قلت لك كل حاجه بمنتهى الصراحه وبمنتهى الوضوح وتفاصيل وارقام، هنتكلم بكل صراحه. فاتمنى ان مجلس اداره نادي الزمالك موضوع وقصه الجمهور دي تخلص بسرعه. الزمالك داخل على ماتشات مهمه، ماتشات صعبه الفتره اللي جايه، ومهم جدا 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 حاله الهدوء جوه نادي الزمالك.